الاحزاب المعارضه ما كنظنش لانه شفناهم في الوقت الازمه الخليج. كيظهر لي في ذاك الوقت كانت لاكورد ديال لا الاخوان ديال الاتحاد الاشتراكي ولا الاخوان ديال حزب الاستقلال كانت الفوق لي جورنو كيتباعوا، لانه الناس كانت مشات في هذاك الميدان وكانوا مشاو في نفس المبدا، لانه كانت واحد العاطفه. اذا في جميع الطبقات الشعبيه كانت متبعه السياسه ديال الحزب. الان الحزب خدا واحد الموقف الناس ما متفقينش عليه، فلهذا اللي خصنا نستنتجوا من هذه النقطه هذا هو انه الشعب الا غادي يصوت او لا غادي يعمل واحد لاكت، فهو غادي يعملوا لانه مقتنع به. يعني الا عندك برنامج او لا عندك هذا راه يمكن الانسان يزيد لقدام. الا هو باش يقول بانه هذا تابعني، يعني احنا حزب سياسي تابعنا الفئه ديالنا غادي تتبعنا، فاش ما مشينا ما يمكن شيء. وهذا الدرس خصنا ناخذوه الانتخابات اللي جايين، احنا غادي يمكن نتكلموا عليهم في عما قريب، لانه انتخابات جايين والبرامج ما كايناش، والناس كيظهر لي بانه بغات تشوف البرامج ديال الاحزاب السياسيه. تفضلي الاخت توريه. انا بحال الاخ سيساكو، عندي بحال شبه نقطه نظام، لان احنا واحد العدد هنا اللي مدعوين في هذه الجلسه لا ننتمي لاي حزب، ولكن نحن مواطنين وعندكم راي في كل ما وعندنا راي في كل ما يجري. اذا تفضلي اختي وقولي لنا الراي ديالك. ولكن الحوار كيدوز في واحد الشكل اللي حقيقه تعطت شبه اسبقيه، ماشي ما عطيتوناش الكلمه، ولكن بالطبع كاين واحد المذاكره حرجه حول هل 97% حقيقه ام لا. كيف ما سبق لي قلت، لان كاين واحد كاين طرف في النزاع، فبالضروره اننا غادي نعطيو الاحزاب لا ماشي لا ولكن اذا كان عندك راي في المساله لا ديمقراطيه. لا بالنسبه جواب على نقطه النظام فقط. الجواب هو انني كنظن كنا كنتوقعوا واحد النتيجه مهمه للغايه، يمكن كاع اكثر من 97. علاش؟ لان وصلنا لواحد الحد ما نساوش اننا الشبان ديالنا تعطاتهم تحت لهم واحد فتح لهم باب انهم اليوم الشبان تينتخبوا او كيمشيو للاستفتاء على راس 20 سنه، ونحن نعرف ما يمثل المغرب من الشبان والشابات. هل جميع الشبان والشابات ينتمون الى الاحزاب؟ هل جميعهم ينظرون الى الدستور عن طريق الاحزاب؟ ام واش هما نظروا للدستور وما جاء في الدستور وما يفتح لنا الدستور للاجيال القادمه وللقرن 21؟ اظن هذه النقطه الاساسيه. إلا بغينا نخرجوا من 97% المجالات أخرى اللي ما غاديش نخرجوا من 97%، غادي ولكن غادي نوقفوا النقاش باش نشوفوا واحد الموضوع اللي هو تعد حول هذه العملية ديال الإعداد. لا انا عندي واحد السؤال كيف يتعلق شي ديال الدستور. ولا بنصحح خطأ. دستور 72 أعدته لجنة وطنية ساهم فيها قادة المعارضة. اللجنة التي شكلت لتشكيل دستور 72 ساهم فيها المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، المرحوم علال الفاسي، مولاي عبد الله ابراهيم، ادريس سلاوي، الاستاذ احمد عثمان، المرحوم محمد بعناني. اذا هذه هي اللجنة التي اشرفت على صياغة دستور 1972 واللي ما كانتش موجودة في صياغة هذا الدستور. هذا اسمح لي نكمل هذا للتاريخ اولا، لانه ماشي هذه اول مرة تتم فيها المشاركة بشكل مباشر او غير مباشر. قضية كيف اتخذت الاحزاب بعد ذلك الموقف هذا مرتبط بعدد ديال العوامل اللي كانت مرتبطة بتشكيل الحكومة، مرتبطة بالظرف السياسي ديال 72. اما المساهمة فقد تمت. ثانيا ما خصناش نظلموا الدستور ديال 72، لانه دستور 72 لم يطبق للاسف الشديد، لانه الاشكاليه التطبيق في المغرب اشكاليه حقا عويصه. دستور 72 لم يطبق. بطبيعه الحال في السنوات الاخيره في 90 في 91 تم افعال واعمال عدد ديال النصوص في الدستور، والديناميكيه السياسيه في البلاد نشطت بشكل حقا بشكل جيد.
ابتداء ملتمس الرقابه وما لاحقه من تطورات سياسيه داخل البلاد، فاصلت المرحله السياسيه في البلاد الى نوع من النضج، بل وراء توافقا وطنيا حول ضروره الارتقاء بالبلاد نحو مرحله سياسيه اكثر تطور، اكثر فاعليه، اكثر جرأه. طبعا الاخوان تكلموا على الادوار اللي قامت بها الاحزاب ديال المعارضه، قامت بادوار كبيره جدا فيما يتعلق بمجال النضال من اجل الاصلاح السياسي والاصلاح الدستوري في البلاد، ولكن في النهايه كان هناك توافق وطني كيفما كان الحال. اولا هذا المشروع جاء طبعا الحال بحال يتكلم الاستاذ على تاثير واحد العدد ديال الظروف الدوليه مما لا شك فيه ان هذا التاثير واضح، وعوامل اقليميه الى اخره، ولكن كذلك بحال قال الاستاذ الناصري هناك تطورات داخليه عميقه، هناك تغيرات مجتمعيه، هناك مغرب جديد، مغرب جديد تولد تحت نتيجه التطور السياسي في البلاد. فانا تنفضل انه هذا الدستور ديال 72 خلافا لما قيل. ثانيا انه هذا الدستور الحالي بطبيعه الحال هو جاء نتيجه اراده جلاله الملك اللي عندنا عليه، ولكن تمت مشاورات، تمت مذاكرات عبر قنوات متعدده، اما شفويه او مباشره او غير مباشره او ضمن المذكرات. شكرا. نعم، اذا انا كيف ما قلت اننا مازال ما خرجناش من هذا الجو هذا ديال الارقام. كيف ما كان الحال غادي نشوفوا واحد الموضوع اللي هو اعد عن الاجواء ديال الاستفتاء وعن عمليه الاعداد الى اخره. الا سمحتي عبد اللطيف تعطينا هذاك الموضوع نتابعوه معك. مشروع مراجعه الدستور المعروض قصه الاستفتاء غدا على الشعب المغربي يشارك فيه جميع الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابيه التي تم تحديدها طبقا للقانون المصادق عليه اخيرا، اي قانون 1292 متعلق بوضع اللوائح الانتخابيه العامه الجديده والانتخابات الجماعيه وضبط الحملات الانتخابيه. هذه اللوائح حصرت مؤخرا يوم 31 غشت كما ينص على ذلك القانون. فأولا جميع الناخبين المسجلين في هذه اللوائح والبالغ عددهم حوالي 11 مليون و500 ألف ناخب يشاركون في هذه العملية. كما يشارك باقتناب هؤلاء جوج الفئات تنص عليهم الظهير أو القانون ديال الاستفتاء، أي قانون 88، وهما أفراد القوات المسلحة الملكية كيفما كانت رتبهم، وأفراد القوى العمومية أي الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، وجميع الفئات من الذين لا يسجلون في اللوائح الانتخابية العامة التي لا يسمح للقانون بتشريف اللوائح الانتخابية بحكم مهامهم، وبما فيهم مثلا رجال الجمارك الذين يحملون السلاح اثناء مزاوله مهامهم، حراس الشجون، حراس الغابات. هؤلاء ورغم انهم غير لا يقيدون في اللوائح الانتخابيه فهم يشاركون في الاستفتاء طبقا للقانون. يضاف الى هذه الفئه كذلك فئه المغاربه المتواجدين خارج تراب المملكه والعاملين بمختلف التابعين بمختلف القنصليات والسفارات المتواجده بخارج تراب المملكه. هذه الفئات كلها تشارك في عملية التصويت على الاستفتاء. كما قلت فهي عملية تهم جميع في عمليا، لأن كي قلت أنه يعني هذا الرقم يلا تيخلي الأحزاب المعارضة وبشكل عام نسبة ديال التمثيل 3%، القضية ما منافية يعني بشكل مطلق للواقع. المهم كتعليق على المسألة اللي جات، وانه طبعا حنا ملي بغينا نتاخذوا موقف يعني ديال عدم المشاركه من الدستور، ماشي سجلنا نفوسنا فقط في النص ديال الدستور، ولكن استحضرنا في نفس الوقت مجموعه المحاور اللي كانت مطروحه طرحها المعارضه ضمن منظمه العمل في اطار الاصلاح السياسي ككل. ومن ضمن هذه المحاور هذه كاين محور ديال نزاهه الانتخابات. نزاهه الانتخابات، وللاسف انه كما قلت هذه النسبه اللي تتعطى انها تزيد من جديد حتى اللي باقي عنده واحد النوع ديال، يمكن نقول انه واحد النوع ديال التشكك، لما قلتش وهم انها تزيد تزولها انه نهائيا النسبه ديال 97%. اللي بغيت نقول انه طوال الشهور اللي مضات يعني احزاب المعارضه خذت واحد المعركه سياسيه كبيره حول اسني الشروط باش تكون مضمونه نزاهه الانتخابات. ويعني الشروط اللي كانت طرحت احزاب المعارضه هو باش يمكن تكون نزاهه الانتخابات بالضروره خص ابعاد وزاره الداخليه على هذه العمليه هذه، وخص تشكل
وكما انه حتى في المذكره ديال 19 يونيو اللي تقدمت بها احزاب الكتله طرحها خاص خلق واحد الهيئه دستوريه اللي تكون محايده ومستقله اللي هي تشرف على نزاهه الانتخابات. يعني ابتداء من من القانون الانتخابي نفسه تكون عندها دور تشريعي، الى التسجيل في اللوائح، الى اعلان النتائج. كل هذا المسلسل بكامله اعتبرت يعني احزاب المعارضه من وجهه نظري